ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض مقرمشات سهلة وبسيطة ومش مكلفة وأحسن من بتاعة برا. تعالي نشوف ازاي. بس شكلها حلو ازاي ومقرمشة جدا. بس الصوت، يا رب تكونوا سامعين الصوت، والقرمشة بتاعتها حلوة قوي اهي، ومش حلوة، طعمها حلو قوي. لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها لأولادك، جميلة. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا السهلة البسيطة. هنا معانا نص بطاطساية مسلوقة كده. هي كانت بطاطساية كاملة بس انا عملت المقدار ده نصه، ودي نص البطاطساية التانية. هنا معانا حوالي نشا، حوالي كوباية الا ربع كده نشا، وحوالي هنا معلقتين كبار من الدقيق، يعني حوالي ربع كوباية وزيادة كده شوية. هنعمل ايه؟ اول حاجة هناخد البطاطساية دي المسلوقة، هناخدها نحط معلقتين كبار من المية وهنضربها في الخلاط او في الهاند بلندر. ورجعت لكم بعد ما ضربتها هنا في الخلاط بمعلقتين كبار من المية. لازم نتأكد ان هي تكون اتهرست جامد، يعني ضربناها في الخلاط ما يكونش فيها اي كتل علشان تطلع معانا ما تضايقناش في الفرد. او هنا هنزل بالنشا، ممكن واحط رشة ملح. همشي معاها العجينة لحد ما تبقى عجينة ناشفة مش عجينة طرية اهي. حسب البطاطساية اللي انت عاملاها. وانا هنا نزلت بباقي البطاطساية اللي كانت عندي لحد ما العجينة بتكون مش طرية ولا، هي بتبقى ناشفة مش طرية اهي. جربيها هتعجبك جدا، مقرمشات احلى من بتاع بره بكتير، وما خدتش معانا وقت ولا كلفتنا حاجه اهي. لمت معانا، العجينه بتكون مش طريه، تبقى ناشفه شويه. لو احتدت معاكي حسيتها لسه طريه، حطي لها نشا، ما تحطيش دقيق، يعني يعني نزلي نشا لكن ما تحطيش دقيق كتير. يعني البطاطساية ممكن تاخد معاكي من كوباية نشا نص دقيق. لو احتاجت تاني حطي نشا، ما تحطيش دقيق. هي كده العجينة حلوة ناشفة مش طرية. العجينة اهي اهي، العجينة ناشفة مش طرية اهي. هريحها كده حوالي 5 دقايق. وهنا بعد ما رجعت لكم تاني، هنا حطيت كيس الشندوتشات اهو. هحط كورة اهي، لازم ارش نشا علشان ما تلزقش معانا. هي مش هتلزق في الكيس اللي الشندوتشات، بس احنا لازم نحط علشان تتفرد معانا بسهولة، تطلع معانا كويسة اهي. لازم نشا حبة حلوين كده، رشة من فوق ورشة من تحت كده. بعد كده هنفردها بالنشابة بتاعتنا اهي. هحط برضو نص الكيس التاني فوقيها اهي. دي هتسهلك بدل ما انتي هتعملي هتلزق معاكي على الرخام او البتاع. فالافضل ان في الكيس النايلون
او كيس السندوتشات هتطلع معاكي بسهولة. ولازم نعملها رهيف يعني رفيعة خالص عشان تدينا نتيجة اللي احنا عايزينها، لكن لو تخينة مش هتدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. لازم على قد ما اقدر زي عاملة زي يعني رفيعة كده زي الشيبسي. اتمنى تكون واصله لكم المعلومة، تكون سهلة. هي سهلة جدا ومش بتتعبنا يعني في الفرد او حاجة، هي بتتفرد بسهولة اهي. على قد ما تقدري افردي علشان تطلع معاكي رفيعة على قد ما تقدري، كأننا بنعمل شيبسي. بصي رفيعة، لما كناش حطينا الكيس ده كانت لزقت معانا، لكن هنا بصي كده طالعة حلوة جدا رهيفة. هنا حطيت نشا من فوق عشان ما تلزقش هنا. ورفيعة بصي عاملة ازاي، رفعها رفيعة خالص على قد ما تقدري اهي. هديها بس فردة تاني وخلاص على كده. اهي تطلع معانا حلوة اهي. هنا معانا قطاعة بتاعت قطعة البيتزا كده. هشيل بس الحروف دي، كل الحروف اللي انا مش عايزاها هستخدمها تاني، مش هرميها، هلمها تاني وهعجنها تاني، بس انا عشان تطلع معايا متساوية وهتطلع معانا كمية حلوة، يعني كمية مش قليلة. انا اتأكد ان العجينة عندي مش لازقة من تحت اهي. هي بتبقى عجينة ناشفة مش طرية، على قد ما نقدر اهي. انا خليت الوش من تحت علشان وسهلة ومش هتتقطع معانا اهي. هي سهلة وبتتقلل معانا بسهولة اهي. بعد كده هنسويها مع بعض. هنا هعملها شرايح كده رفيعة مش كبيرة، زي ما انت تحبي اهي. كل ما بتبقى رفيعة بتبقى حلوة يعني. يعني كبري العجينة شوية عشان كل واحدة هتنزل مثلا في طاسة الزيت مرة واحدة، بعد كده اطفي وبعد كده كملي لحد ما تكملي الكمية عشان ما يلزقوش في بعض. ما تخليش العجينة كلها تقولي هنزل بها مرة واحدة عشان ما تقطعش معاكي وتلزق معاكي اهي. انا معايا كده حلوة قوي. هنا هحط، وهنا بعد ما الزيت غلي معانا انا بصي موطيه النار على الاخر، نار واطيه مش عاليه، على قد ما تقدري. بس الزيت بيكون يعني مش سخن بس مش قوي اهي. تطلع معانا جميله. مش هلزقه.
انا ليه وطينا النار علشان ما ياخدوش لون بسرعه، يحمروا معانا ويبقوا لسه فراي. ممكن هنا نعلي النار سنه لحد ما نزلنا كل الكميه اللي معانا. اهي هي حلة مش بتاخد وقت. اهي وصفة رائعة. اهي ولا واحدة لازقة في التانية ولا اي حاجة. اهي كله ده على نار يعني متوسطة، يعني عشان تطلع معانا مقرمشة وجميلة شكلها حلو قوي في الزيت. مكلفتناش حاجة. يعني خدت معايا حوالي كوباية دقيق، كوباية نشا، وخدت نص دقيق. ممكن تاخد اقل معاكي حسب السوائل اللي في البطاطساية. اهي يعني لسه ما خدتش لون ولسه مقرمشه في الطاسه. مش بتشرب زيت خالص، يعني كميه الزيت اللي انت بتحطيها بتلاقيها زي ما هي. كمان الزيت عشان فيها نشا فما بيتحرقش ولا اي حاجه، بيفضل نضيف زي ما هو. كده هطلعه، وده الشكل النهائي بتاع الطبق. عايزه اجرب لكم واحده كده، سامحوني على الصوت بس حبيت اوريكم ان هي ناشفه قوي. طعمها احلى من بتاعه بره بكتير. المقرمشات بتاعه بره مكلفتناش حاجه. بشكر كل اللي اشترك معايا، وبشكر كل اللي هيشترك برضو. وفيديوهاتنا كلها اقتصاديه وبسيطه وجميله. يا رب يسعدكم زي ما سعدتوني بتعليقاتكم ولايكاتكم الجميله واشتراكاتكم الحلوه. اتمنى يكون عجبكم المقرمشات بتاعتنا السهله البسيطه اللي كل حد يقدر يعملها، ما مش مكلفه ولا معقده في مقاديرها او في الوصف او في اي شيء. بشكركم كتير. يا رب اشوفكم بافضل طريقه